قطعت تيكت طيران وسافرت على امريكا وعايز تطلع الجنسيه الامريكيه، انا هقول لك على الطرق اللي ممكن عندي طريقه تطلع الجنسيه الامريكيه ان شاء الله، وسيبك من الفيديوهات اللي على اليوتيوب بتاعت احنا 10 طرق اقامه في امريكا و20 طريقه الاقامه في امريكا. النهارده هقول لك على الطرق المهمه انك تقدم عليها ان شاء الله لما تنزل باذن الله امريكا عشان تحصل على الجنسيه الامريكيه. تبقى مسافر امريكا سياحه ترجع بالجنسيه الامريكيه. نعمل ده الموضوع ده ازاي؟ موضوع بسيط جدا، مفيش غير 4 طرق هم اهمهم، سيبك من اي فيديوهات ثانيه. حلو، لو عايز تعرف اكتر عشان ما اطولش عليك في الفيديو ده ممكن تخش على اليوتيوب نصر جاكسون، خش عليها هتفهم كل حاجه بالتفصيل، وكل حاجه ممكن تسال عليها في الكومنتات تحت هتلاقي اجاباتها موجوده. حلو، وحاجات يمكن انت ما فكرتش فيها قبل كده. بص اعمل حاجه، اول حاجه وانا برشحها لك وهي اللجوء. ليه اللجوء؟ ما بينك وما بين المحامي ومحدش بيترفض. شكرا، اقلب. تاني حاجه يا سيدي، اسئلتك الكتير دي اللي بيترفضوا هم بس اللي مزدوجين الجنسيه. حلو، في حاجات كتيره جدا اهمها يعني ممكن تفهمها اكتر في الفيديوهات اللي قبل دي، ممكن تخش على اليوتيوب. ولكن تاني حاجه وهي الجواز. الجواز يا جماعه بس مشكلته الوحيده ان انت لما تتجوز واحده يا اما لازم تكون واثق فيها ومتاكد ان هي كويسه. ليه؟ لان في كتير بيتنصب عليهم في الموضوع ده، تدفع الواحده فلوس وبعد كده في المقابله الاولى والثانيه والثالثه وتيجي في المقابله مثلا الرابعه ولا حاجه او اخر مقابله، يعني ايا كان كام مقابله هتعملهم، اخر مقابله دي تقابلها على طول تقول لك انا عايزه $20,000 زياده عشان اخش معاك المقابله الاخيره، او مثلا تقول لك لا اصل انا مش عارف ايه، او ما تلاقيهاش، او تطفي موبايلها. فبيحصل حاجات كتيره جدا وحصل مع اصحابي كتير، وفي غيرهم اتجوزوا كتير برضه وكل حاجه مشيت تمام. انا بقول لك بس الطرق تمام. فانت عندك لما تيجي ان شاء الله انك تتجوز واحده وتعمل الجنسيه الامريكيه في الخلال ده اسرع طريق انك تعمل الجواز، اسرع طريق. ليه؟ لانك 3 سنين بيبقى معاك الجنسيه الامريكيه. حلو، طيب اللجوء بيقعد قد ايه؟ اول ما بتقدم ان شاء الله بيقعد معاك من سنه ونص ل3 سنين، بتاخد الجرين كارد في الفتره دي، وبعد الجرين كارد بتاخد 5 سنين عشان تاخد الجنسيه. حلو، فانت من ريسك 6 سنين لحد 8 سنين عشان تاخد الجنسيه الامريكيه. جميل، حلو قوي. فانت الفتره دي اقدر انزل بلدي لما تاخد الجرين كارد تقدر تنزل بلدك عادي جدا. فانت من سنه ونص ل3 سنين بعد ما تقدم على جوه تقدر تنزل بلدك عادي جدا، فما تقعدش تقول انا مش هعرف اسافر ومش هعرف اروح واجي وكل الكلام ده. جميل، دول اول طريقتين. الطريقه الثالثه انك يكون عندك بيزنس موجود في البلد معدي $500,000 وفي نفس الوقت يكون في 500,000 يكون في 5 امريكان شغالين. في الحاله دي تقدر تقدم ان انت عندك بتاع الكاب بتاع الشركه دي ومشغل امريكان معاك، فهحتاج ان انا اقعد عشان اقول الكلام ده كله. حلو، كلام اكتر مع محامين، انا بقول لك بس الطرق تمام. فانت عندك البيزنس، عندك الجواز، عندك اللجوء. حاجه ثانيه كمان، ايه تاني يا سيدي؟ عن طريق ان انت تكون مخلص دراسه، يعني مثلا دخلت J1 مثلا فيزا ودرست. مثلا في ناس بتدرس J1 وفي ناس بتدرس بالF1 وفي ناس بتشتغل بM1. المهم يعني انك تلاقي شركه تعمل لك سبونسر ليك في البلد على SEVEB. حلو، انها تكون سبونسر ليك في البلد اللي انت قاعد فيها دي. بس الموضوع بسيط جدا مفيش اي حاجه ثانيه. اي حد بقى يحكي عليك ويقول لك كلام كتير، صدقني لما اتكلم محامي مش هيقول لك غير الطريقتين دول، واغلبيه المحامين مش هيقول لك غير انك تتجوز يا اما تعمل لجوء. بس محامين اللي خايفين عليك هم اللي هيقول لك كده. وصباح الفل، لو عندك اي سؤال شوف على اليوتيوب.